في 2013 غنيسو أكفى الصيف في حياتنا. غنمشيو لواحد الفيلا اللي ما كناش عارفينها مسكونة. غيطراو لينا بزاف البلانات اللي ما كيدخلوش للدماغ. قصة اللي خطيرة وديال بصح. المهم دخلنا زدينا الباب، دزنا في وسط ديك الجريدة عندها واحد الشجيرات صغار وشي ورد دابل بحال اللي موالينها هاجرينها، وباين عليها ما كتسكنش في الشتا غير في الصيف اللي كتذكرها. ولا ما كذبش غنكونوا حنا الاولين اللي دخلنا ليها الصيف، وغادي يكونوا مورانا داك الناس اللي جايين يدخلوا ليها مع 12 ديال النهار. ما علينا، كاين الباب الاول ديال الفيلا والباب الثاني ديال الدار. فتحناه حتى هي ودخلنا. الظلام ما كيبان والو، وكاينه كنقلبوا على السيرود ديال الضوء، هو يلقاه وايد وشعل الضوء. صراحه عجباتنا حيت واسعه بزاف. بدينا كتفقدوا الاحواز، زعما شي داخل البيوت، شي داخل الكوزينه، ولكن لقينا داكشي موسخ. الكيسان موسخين ما كيتغسلوش، الطباصل حتى هما، الغبره حتى هي معمره ديك الفيلا. المهم حالتها مدكه وصافي. حنا قلنا الحمد لله غير لقينا فين نباتوا، عاد غادي نبقاو نتشرطوا. كانت تما واحد الشطابه، شطبنا ديك الصاله اللي غادي نعسوا فيها، حيت حتى واحد ما بغى ينعس في البيوت. وفي نفس الوقت الا نعسنا في الصاله غادي نكونوا مونسين بعضياتنا. صافي الامور كلها بخير. دابا لقينا فين نباتوا. انا والمهدي قررنا باش نمشيو نجيبو من ناكلو، وسماعين ووليد استناونا تما. صافي خرجنا انا والمهدي، دزنا على واحد الحانوت، جبنا داكشي اللي غناكلو. شويه وانا نفكر ملي ما عندناش باش نقصرو، كاين غير الكارطه. صافي قلت نمشي للدار اللي فيها العائله نجيبو البلي ونرجعو، حيتاش ما كانتش بعيده بزاف. المهم مشينا جبناه ورجعنا بحالنا. مع الدخله دخلنا لديك الفيلا انا والمهدي، بان لينا واحد لابس شي حاجه بيضاء وكيطلع علينا من السطح. بقينا كنضحكوا انا والمهدي. قلت له وليد واغير هبط من تما، حيت بانت ليا فيه الفصاله ديال الوالد. ما جاوبنيش وعطاني بالظهر. ومشاو حنا ديك الساعه تسوقناش، عارفينهم باغيين يطلعوها علينا. دخلنا وانا نلقى والد واسماعيل لاعبين الكارطه. جيت انا قلت لوالد وخفيف وما عندي ميت سالك، ياك ما كاين شي باب اخر كيطلع للسطح. قال لي كيفاش زعما؟ قلت له شنو الجنون كانوا كيطلعوا علينا من السطح؟ قال لي حلف لك الدوي من يدك. وكيقسم بالله الا كنت ما خليناهم بقاو ما تحركوش من بلاصتهم. انا شفت المهدي لقيتو صفرة بالخلا، حيت داكشي اللي شفناه ماشي عادي. كلشي دخلوا الخوف. انا متقبلتهاش، باقي كنقول غيكون غير والد اللي فيها الفعايل. المهم قلت لهم دابا صافي ما طرا والو، خليونا نقصروا شويه البلاي. داكشي اللي كانت تما واحد التلفازه برونشينا السلوكه وبقينا لاعبين. ما كملاتش حتى نص ساعه وحنا كنسمعوا الشراجم ديال الكوزينه تفتحوا، وداك الكيسان والطباص اللي كانوا في الكوزينه طاحوا كلهم. كلشي قفز من بلاصتو، حتى واحد ما قدر يتحرك. كنتسناو غير شي حد يخرج لينا من الكوزينه، وكلنا كنشوفوه بعضياتنا. والهضره مبغاش تخرج. انا في ديك الساعه باش ما نزيدش نكبر الموضوع وندخلوا في ديك الاجواء ديال الرعب، قلت لهم الريح بلاتي نوض نسدو. واحد فيكم يجي معايا باش نجمعوا داك الزيت، راه غادي نتحاشوا مع راجل خالتي غدا. اسماعيل قال لي انا نوض معاك. دخلنا لديك الكوزينه، النسمه ديال الريح ما كاينش. طليت من ديك الشراجم كنلقاو بحال واحد الجريده اخرى صغيره، ما عرفناش الباب ديالها منين. المهم بقينا كنجمعوا ديك الزيت. جمعنا ديك الزيت كامل، درناه في واحد الميكا كحله، وخشيناه في واحد الطار وكان دم. خرجنا من الكوزينه، لقينا والد والمهدي باقيين جامدين كيتكلموا مع بعضياتهم وعلامه الحيره في وجوههم. انا قلت لهم صافي كملوا اللعب، شكون داخل دابا؟ كانت النوبه ديالي غادي نلعبوا انا والمهدي. المهم بقينا كنلعبوا وكناكلوا داكشي اللي جبنا من الحانوت، وكنحاولوا ننساو داكشي اللي وقع. قلبات الاجواء ولينا كنضحكوا ونقشبوا على بعضياتنا شويه، وكنسمعوا الروبين ديال الدوش بحال بالجهد. درنا عند والد واسماعيل ولكن ما لقينا اسماعيل. لقينا والد بوحدو كيلعب في التليفون. سولنا على اسماعيل فين هو، قال لينا بلي راه خرج من حدا الباب او الروبين شكون فتحو. بدينا كنعيطوا ليه هو يجي لعندنا. قلنا ليه واش انت اللي فتحتي الروبيني؟ قال لنا لا، راه انا كنت حدا الباب. كيقسم بالله ما دخل الدوش في ديك اللحظه. كلشي تبلوكا، بقينا فاهمين والو، واش نخرجوا بحالنا ولا نكملوا الليله هنا. كلشي شنو كيقول، لكن قررنا باش نكملوا الليله على الاقل حتى يطلع النهار. صافي دينا داك الروبين اللي كان مفتوح ورجعنا للصاله وكنناقشوا في هادشي اللي طرا لينا دابا. كاين اللي كيقول هاد الفيلا مسكونه، وانا باش ما كنبغيش نزيد ندخل راسنا في الرعب كتقول لهم لا، غادي يكون هذا غير روبيني فيه شي ديفو. واخا انا عارف هادشي ماشي طبيعي، وبحال اللي موالين داك الفيلا مبغيناش نباتو داك الليله تما.
المهم قررنا باش ننعسو حدا بعضياتنا باش كنكونوا موانسين، كل واحد شد بلاصتو. انا ووالد نعسنا فوق السدادر، واسماعيل والمهدي فرشوا واحد الغطا كان تما ونعسو حدانا. المهم الضو ما طفاش، وحنا كنتكلموا بيناتنا حتى لواحد اللحظه اللي كنتفكرها انا باقي لدابا لحمي كيتبوج عليا. سمعنا صوت ديال البقره في ديك الجرده اللي قلت لكم عليها، السراجم ديال الكوزينه كيطلعوا عليا. والله واخا نجي نوصف لكم داك الاحساس ما نقدرش. وصلنا لواحد الدرجه اللي حتى واحد فينا ما يقدرش يتزعزع، كلشي كيقول لا تحركنا نقدروا نسكن ولا شي حاجه بحال هكا. شويه هو يتكلم والد، قال لينا واش هاد الصوت ديال البقره ولا غير انا كنتخيل. كاملين بينا كنقولوا ليه رحنا سمعناه، والمشكل الصوت باغي خدام وحنا كنتكلموا. جيت انا قلت لهم شوفوا غادي نمشيو مجموعين نشوفوا واش كاين شي بقره تما. نضنا شعلنا الضوء وتمينا غاديين. تخيلوا معايا حنا غاديين وخايفين، خصنا نمشيو للكوزينه باش نطلعوا على داك الصوت غادي كيدعى. حتى وصلنا للكوزينه طلينا ما لقينا حتى حاجه. تمينا راجعين وقريب نتسطح حتى كنسمعوا صوت ديال واحد كيجري في السطح وبحال اللي في رجلو طالو. كاملين بينا بدينا كنقراو القران وكنثبتوا بعضياتنا حيت داكشي اخوتي راه يقدر يسطي بنادم الا كان بوحدو. الحمد لله كنا ربعه بينا هذا كيثبت هذا. المهم تمينا راجعين لديك الصاله اللي فيها الناس وكنا مرعوبين، كتحس بالحلق ديالك ناشف. المهم قلت للدراري غنصبروا غير حتى يطلع النهار ونخرجوا، واخا غير مع ديك 7:30. كلشي وافق وبقينا جالسين في بلاصتنا اللي غنعسو فيها. وكنت حاط تليفوني يشارجا في وسط الدار. شويه بدا يطفى ويشعل بوحدو وكيطلع شي لوانات بحال اللي تسطى التليفون. انا نط كنجري، خفت خفت عليه يتحرق، حيدت ليه الباتري وخليته شويه عاد شعل. المهم اخوتي رجعت بحالي لبلاصتي عند الدراري وباقي كلنا مرتبكين وما عارفين شنو غنديرو. شويه هو يرجع داك الصوت ديال البقر، ولكن هاد المره بالجد والضو ديال الكوزينه بدا كيطفى وكيشعل بوحدو. حنا جمدنا ديك الساعه حتى واحد ما قد يتحرك، كنشوفو غير في ديك الكوزينه اللي الضو ديالها كيطفى ويشعل بوحدو، وداك الصوت ديال البقره اللي مبغاش يسكت. تما تاكدت بلي صافي الدار مسكونه وخاصنا نخرجوا منها قبل ما توقع شي حاجه كارثيه. شويه وحنا كنسمعوا الصوت ديال الباب الفيلا بحال اللي يتفتح. طلينا من واحد الشراجم ديال الصالون كتبان لينا باب الفيلا والجرده ديالها، ولكن ما كاين حتى حد كيفتح الباب. وكان واحد الكرسي في الجريده بانت ليا بحال اللي واحد المراه شارفه بزاف، الملامح ديال وجهها ما باينينش ولابسه بحال السلام زرق وموسخ فيه طوابع كحل. شويه وهي تنوض ما كانت داك الجرده مظلامه، غير الضوء ديال وسط الدار هو اللي كيضوي عليها. شويه بدات كتشوف فينا وشيرت لينا بيديها الاشاره ديالها كتقول لا لا. ملي شفنا ليها في رجليها عندها رجلين ديال البقر وبدات خارجه بحالها. فتحات الباب ديال الفيلا وخرجات. اللي فهمنا من ديك الاشاره هي غير خرجوا بحالكم ولا ما عاد بقاوش هنا. انا في ديك اللحظه والله ما قديت نتحرك وكلنا وجهنا صفر ومخلوعين. كلشي كيقول شفتوا رجلين البقره، كلشي بغى يتسطى. شداتنا واحد الهستيريا غريبه. المهدي هز حوايجو قال لنا انا والله لا بقيت هنا، واش بغيتوني نتسطى؟ حنا كنقولوا له غير صبر اميركا صاحبي. بدينا كنغوتوا على بعضياتنا حتى سكتنا. قلت لهم الدراري غير تبتوا وقراو القران. وليد كان عنده شويه التليفون باقي مشارج، قلت لي شوف شحال القران غير باش نخرجوا بحالنا وما يطرى لنا والو في الطريق. رجعنا كنشكوا في اي حاجه وخايفين من اي حاجه. داكشي اللي كنت كنقول عليه في الصغر بلي هما بحالنا وخصني نشوفهم كله لغيتو من بالي. وليت كنتمنى غير نخرج بحالي من هاد المصيبه. بقى قدامنا ديك الجرده هي اللي خايفين منها. المهم شعلنا القران في التليفون، جمعنا حوايجنا وبقينا خارجين كنشوفوا في ديك الكوزينه اللي الضو ديالها كيطفى وكيشعل. خارجين بحالاتنا وهادين عندك تخرج لينا شي حاجه من ديك الباب الدار. وبقينا غير الجريده باش نخرجوا بحالنا. بقينا غاديين والقران مشعول، كنحسوا بالامان شويه وكنتسناو غير فوقاش نوصلوا للباب الفيلا الكبيره. الحمد لله وصلنا عليه فتحناه وخرجنا بحالنا وكل شيء قلبه قريب يسكت. سدينا الباب بالساروت وكل واحد فينا مصدوم بحال اللي تلاقينا في شي حلم مجموعي. المهم كان 6 ديال الصباح ديك الساعه. بقينا في البحر ما نعسناش حتى ديك 10. وانا نعيط راجل خالتي، قلت لي اجي دي سوارت جا لعندي حوت ليه شنو طرا لينا.
وكتيب من الأحسن بلا ما تكريها لدوك الناس، وداك الشي اللي دار حتى ديك الناس عاود ليهم شنو طرا لينا وما دخلوش ليا. ومن ديك الوقت وأنا والدراري ما عاودنا حتى واحد على القصة ديالنا، حتى قلنا نعاودوها لكم نتوما حيتاش ولينا لا فامي. ونتمنى حتى واحد ما يطرالو بحال هاد البلان. نتمنى تكون عجباتكم القصة ديالي واستمتعتوا بها. شكرا لكم، تهلاو ليا في ريوسكم.